فضل حضراتكم بس اسمعوني بالراحه اما اخلص الفكره اللي له تساؤل. احنا عندنا استعداد نسمع كل الناس، ولو في مقترح عند بعض الناس لتجويد الاداء المجال مفتوح جدا ان احنا نغير ونعدل وكل حاجه ماشيه. المهم نبدا كلنا نشتغل. بالفعل المشروع بدا مش من النهارده على فكره، المشروع بدا من بدايه شهر واحد. احنا حاليا في خطوات التنفيذ. حاجه صغيره كده احب اوضحها للجميع، احنا مش في دوره تدريبيه. احنا مش في دوره تدريبيه، لان الدورات التدريبيه المنوط بها لجنه التدريب بالتعاون مع لجنه المدربين. في مشروع كامل بيجهز خلال 4 سنوات ايه الدورات ومستوياتها، ومين الفئه اللي هتدخل في الدوره الفلانيه ومين الفئه اللي هتدخل في الدوره الفلانيه، بحيث ان انت خلال 4 سنين تكون وصلت بكورس شكله كذا بتقييم كذا. الملف الكامل ده كله الخاص بدورات المدربين ده منوط به لجنه التدريب ولجنه المدربين. لحد دلوقتي متفقين؟ النقطه الثانيه اللي احنا فيه ده مش دوره تدريبيه، هو تجمع للساده المدربين. وانا بدات بمكالمتي الصبح بالاعتذار للساده المدربين اللي ما قدرناش ندعيهم لهذا التجمع. حتى كده ماشي كويس. فمعذره ممكن يكون التجمع المكان ما يسعش العدد الكبير ده، ممكن المكان يكون له ظروف معينه، فمن فضل حضراتكم لازم نتحمل بعض في التوقيت البسيط ده. مره ثانيه ده تجمع مش تمرين ولا دوره تدريبيه، ومع ذلك في هذا التجمع حريصين ان انت يعني بقدر الامكان يوصلك قدر من المعلومه. ربما يكون عند حضرتك معلومه اكبر يبقى حضرتك ما خسرتش، ربما يكون المعلومه مش عند حضرتك يبقى احنا سعداء جدا ان احنا قدرنا نوصل لحضرتك معلومه. طيب هنستخلص هذا التجمع في النهايه خالص يكون في لجنه تقييم. كابتن احمد عبد الله اتكلم حضراتكم عليها، مين اللجنه اللي موجودين في عده محاور. احنا هنختار بعض الناس، احنا دي مجلس اداره الاتحاد بلجنه التقييم هتختار بعض الناس علشان تشغل المشروع. حتى الان كده في وضوح. طيب كلنا هنشتغل مره واحده؟ اكيد لا. طب مين هيشتغل مين مش هيشتغل؟ اللجنه اللي هتقول لنا. انا دلوقتي هقول ايه حدود المشروع، وهل المشروع يسعنا جميعا؟ صدقوني والله العظيم اذا المشروع ده اشتغل زي ما انا هعرضه دلوقتي يسع العدد اللي موجود ده واضعافه كمان. بس خلينا نبدا نقول ايه هو المشروع بتاعنا. فكره المشروع فكره مش جديده، مش ابتكار ولا ابداع، ولا فكره قديمه جدا. في ناس اتكلمت فيها في فكره المشروع الاولمبي، في ناس ثانيه اتكلمت فيها ان احنا ننمي المناطق الضعيفه، في ناس ثانيه قدمت مقترحات جميله جدا. المهم احنا حاولنا ندرس الموضوع ده، اللجنه العلميه حاولت تدرس الموضوع ده بكل المقترحات المقدمه، وطلعت في النهايه بتوصيات في اتجاه معين، وهي ان عدد محافظات مصر 29 محافظه. استبعدنا في المرحله الاولى مش طول المشروع، في المرحله الاولى اقوى 3 محافظات في مصر اللي الكاراتيه فيها على مستوى العالم: القاهره، اسكندريه، الجيزه. علشان تقول لي هعمل المشروع اللي انا هعمله في اسوان مع ال3 محافظات دول، اقول له حضرتك في المرحله الاولى مش مظبوط، لان اوريدي ال3 مناطق دول فيهم منتخب مصر وينفع منتخب تاني وينفع منتخب تاني. يعني اللي بيخسر في التصفيه لو سافر بطوله هيعلق ذهب بايه. متفقين؟ فاحنا راعينا بعض الاشياء. طب هل المحافظات دي علشان متفوقه نستبعدها تماما من المشروع؟ ده كلام مش مظبوط، لكن هي مرحله مؤقته وداخله معانا برضه في بقيه المشروع. المرحله قد ايه دي؟ خطوات تنفيذ المشروع، خطوات واليات تنفيذ المشروع، ومقدار النجاح اللي دول اللي هيعجل ببدء مراحل مختلفه للمشروع. اذا المشروع اللي احنا كلنا في صدده دلوقتي، المشروع ده مش مشروعي ولا مشروع الاتحاد ولا مشروع المنظومه كلها، اللي هو حضرتك واحنا كلنا مع بعض. كل واحد هيكون له دور محدد في اتجاه محدد في مكان معين في توقيت معين، كلنا هنساعد ان احنا ننجح. 26 محافظه مشاركين في المشروع. برضه ال 26 محافظه لها مستويات. يعني جنوب الوادي مختلفه عن المنوفيه، عن الغربيه، مختلفه عن السويس، عن بورسعيد، عن كتير من المحافظات. برضه كل محافظه من المحافظات لها مستويات.
فاحنا حاولنا نقرب الاهداف كلها في بعضها بحيث نحط نقطه ونبدا من عندها. بدايه المشروع بيشمل جميع المسابقات اللي فيها تنافسات من الاتحاد، يعني من 10 سنين حتى فيما فوق 18 سنه. بنين بنات كذا كوميتيه. فعلشان نبدا بالضخامه دي محتاجين ميزانيه ماليه ضخمه جدا. محتاجين اعداد رهيبه جدا. محتاجين حاجات كتيره قوي مش هنقدر عليها في اللحظه الاولى. فبدانا نحصر المشكله اكتر ونحط نقطه صفر. قلنا هنبدا المشروع في مرحله سنيه 12 13 14 سنه. طب ليه السن ده؟ علشان ان شاء الله في 2015 يكون وصلنا لاولى مستويات المنافسه الكبيره عندنا، الاكتمال الاولي للمشروع في المرحله دي وهو منتخب 2015. المرحله دي هتكون منتخب الناشئين 2015 ان شاء الله. يليها مرحله ثانيه برضه، المرحله دي هتبقى شباب بتجهز الشباب، ويليها وبالتالي يليها السن الاصغر اللي هيبقى في 2000 ان شاء الله 17 منتخب الناشئين. يبقى انا معايا منتخبين ناشئين شباب. هل ممكن اكبر عن كده او ازود المراحل المختلفه اللي احنا سجلناها دي؟ وعلى فكره ممكن نبدا في محافظه او قطاع دون قطاع اخر، او وجه قبلي او وجه بحري دون اخر. ده هيتوقف على مساهمه وفاعليه والنجاح في خطوات المشروع. طب المشروع اسمه ايه؟ المشروع داخل في خطه استراتيجيه للاتحاد لمده 4 سنوات. الاسم كبير قوي، هو الرياده العالميه القومي للاعب المدرب الحكم الاداري باتحاد رياضه الكاراتيه في جمهوريه مصر العربيه 2013 حتى نهايه 2016. المشروع ده الملف كامل ان شاء الله في ميعاد مع الوزير الدكتور ايمن هيقدمه علشان ينول الدعم. لو وفر لنا دعم اكبر واكبر هنعجل بخطوات وحجم المشروع. لكن هو حتى الان احنا بدانا بامكانيات الاتحاد، يعني المشروع حاليا هيتنفذ بامكانيات الاتحاد، الماليات من الاتحاد. وبالتالي طبعا الضخامه اللي موجوده في 26 محافظه ديت يعني ارقام كبيره قوي، بنتكلم في ارقام كبيره. فنتمنى الدعم المزيد علشان نفتح خطوه اكتر، بدل ما هم 5 مدربين يبقوا 10، بدل ما هم 10 يبقوا 20، وهكذا. المشروع اسمه بالشكل ده اللي انا قلته ده الرياده العالميه القومي. الرياده العالميه. حتى يسالني يقول لي ما احنا عالميين، وانا اقصد بكلمه الرياده العالميه وهو ان كل نقطه في مصر تكون على المستوى العالمي، زي النهارده القاهره والجيزه واسكندريه. كل نقطه في مصر، نقطه اقصد محافظه، الوادي الجديد، اسوان، البحر الاحمر، سيناء، شمال وجنوب، مرسى مطروح، البحيره، جميع محافظات مصر عايزينها توصل انها تكون القاهره. الكلام ده صعب جدا لكنه مش مستحيل. الكلام ده فيه مشاكل كتيره قوي لكن كلنا هنتعاون في حلها. علشان كده انا بدات كلامي من فضلكم مش عايزين نصدر مشاكل، عايزين نقدم حلول. اتفضل حضرتك، كل الحلول متاحه للدراسه، وممكن حضرتك تقدم حل مثالي جدا لكن ما يكونش مناسب للظرف اللي احنا موجودين فيه، فمش هنقدر نستخدمه، وبالتالي هنقدر نستعين بالبديل. لان في معطيات زي ان المدرب مثلا ياخد مبلغ وقدره كذا، يا ريت لو يبقى كذا في ضعف يبقى احسن واحسن، بس الامكانيات نقيس عليها بقى كافه الامور. فحضرتك هنبدا المشروع بمرحله 12 13 14 في 26 محافظه في توقيت واحد. الحجر الاساسي اللي هنبدا عليه هو منتخب المحافظه. منتخب المحافظه المفروض فيما بعد لنا مسابقات بتاعتنا هتبقى مسابقات ان شاء الله انديه مع بعضها في صوره دوري داخل المحافظات ان شاء الله رب العالمين، بس العجله تمشي ونوصل لاهداف المشروع. دوري بين الانديه جوه المحافظه عشان نطلع منه عدد معين يدخل في مسابقات انديه في القطاع مع بعضه يطلع بعد كده، لان هيبقى فيه قطاع بعد كده ناخد منه عدد برضه يطلع وجه قبل لوحده، وجه بحري لوحده، بعد كده بطوله الانديه للقطاعات. ده نوع من المسابقات. زيه بالظبط في مسابقات ثانيه فرديه، بطوله المنطقه المعتاده يطلع منها ناس تدخل في بطوله القطاع، بطولة القطاع يطلع منها ناس تدخل في قطاعات وجه ابني، قطاعات وجه بحري، وبالتالي بعد كده بطولة الجمهورية للقطاعات فردي.
طب المنتخبات اللي احنا هنعملها، في منتخب المنطقة اللي هو أول مرحلة من مراحلنا اللي موجودة حاليا. منتخب المنطقة هنختاره اللعيبة اللي حققت في بطولة المحافظة السنة اللي فاتت، وفي فايلات اتبعتت المناطق علشان تقول لنا مين اللي الكسبانين عندهم أو الفايزين عندهم. العدد بتاع الناس دي اللي هنبدأ بيها في كل محافظة 160 لاعب في 26 محافظة، يعني المشروع نقطة البداية هتكون في 4760 لاعب في محافظات مصر في 26 محافظة. 8 لعيبة في الكادر في كل عمر من الأعمار الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، و4 لعيبة في كل ميزان من الموازين. 12 سنة بنين 4 موازين، بنات 4 موازين، 6 موازين. 12 سنة 13 سنة 5 موازين، والبنات 4 موازين. 14 سنة 5 و4 موازين. لو جمعنا العدد ده كله هيطلع 160 لاعب في كل محافظة. فيما بعد المنتخب ده هيتغير للبطولات الخاصة بالقطاع، مش بطولة المنطقة اللي لوحدها اللي هتسمع في بطولات الاتحاد اللي موجودة حاليا. ففي بطولة تانية خاصة بالاتحاد. فمنتخب المنطقة حضرتك هيشكله أو هيقوم بتدريبه المفترض في المرحلة التمهيدية الأولى. الاثنين المدربين اللي المنطقة بعتتهم اللي هو موجودين بيننا دلوقتي، 2 المدربين دول فترة مؤقتة، ربما يكونوا أحسن ناس، ربما يكونوا العلاقات حلوة فالاثنين دول جم، ربما يكونوا أيا كان، ربما يكون الناس اللي هناك أحسن منهم مش عارفين المشروع فقال لك مانيش رايق. مفيش مشكلة خالص، الكلام ده هيستمر لمدة 3 شهور. مشروع هنبدأ نطلع المحافظات من يوم 4/4 حتى 30/6. الوضع هيبقى قائم بما هو موجود. الاثنين اللي ترشحوا هيكونوا موجودين هناك إذا وافقت عليهم لجنة التقييم والمتابعة أو لجنة اختبار المدربين. الناس دي كويسة مؤهلة صالحة إنها تقود العجل لمدة ال3 شهور دول، شهر 4 5 6 موجودين. من 1/7 هيكون خلال فترة تمهيدية اللي هي 3 شهور دول. لجنة التقييم زارت كل المناطق وراحت كل المناطق وعملت اجتماعات مع المدربين، وفي رولز محطوطة مش هنعلن عنها دلوقتي لأسباب كتيرة قوي. في جوه كل منطقة جميع المدربين هات السي في بتاعك، هات لعيبتك، هات النتائج بتاعتك قدام بعض مش من ورا بعض، كلنا قدام بعض. رتب المدربين اللي موجودين في المنطقة. هنا من ترتيب المدربين جوه المناطق هتبدأ الأولوية للناس الموجودة. رقم 1 حضرتك اللي موجود في الشريحة الفلانية، رقم 2 موجود في الشريحة الفلانية. الكلام ده بتنظيم من الاتحاد مش منفصل أبدا من المنطقة. منتخبات المناطق في المرحلة الأولى من الاتحاد بناء على التقييم اللي هيحصل ده. أعتقد لحد دلوقتي كده إحنا بنحل المشاكل عملي وبنسابق في الوقت. حد هيقول لي دلوقتي المنطقة مرشحة كابتن سين، المنطقة كده مرشحة كابتن صاد، أو لحضرتك ده مش دائم. هي 3 شهور بنقضي العجلة لحد ما احنا نزور الأماكن دي، وممكن في أول زيارة الدنيا تتغير. ممكن في أول زيارة من 4/4 أو خلال شهر 4 أو 5 الدنيا تتغير. لكن دي خلينا لما نشتغل ونبدأ بالوقت. يعني أقصى حد ممكن يكون موجود فيه إبراهيم الإداري أصغر مدرب في المنوفية وهو اللي مترشح، أقصى مدى ممكن يكون موجود فيه ال3 شهور الأولانيين. لأن لجنة الاتحاد المسؤولة اللجنة التنفيذية للمشروع هي اللي هتزور المناطق في كل المناطق وهترتب المدربين. ليا ترتيب هاخده، ماليش ترتيب مش هاخده أيا كانت الأسامي. أنا أصغر واحد ترتيبي رقم 1 يبقى أنا اللي هشتغل. أنا أكبر واحد وترتيبي رقم 5 يبقى رقم 1 أولى، 2 أولى، 3 أولى. متفقين في النقطة دي وأعتقد إنها ما تزعلش أي حد في أي مجال. يبقى منتخب المنطقة بدأنا في مدرب هيطلع من الاتحاد هنا مش اسمه مدرب، هو خبير. مهمته إنه سفير الاتحاد في القطاع ده قد يكون محافظتين أو 3 محافظات. هو اللي مسؤول عن ال3 محافظات دول قدام الاتحاد. في برنامج بيتدرب عليه، بياخد البرنامج ده ويروح ينفذه في القطاع اللي هو مسؤول عنه. بيتعامل مع المدربين اللي هناك في المنطقة لأنه خبير جاي من الاتحاد، بينفذ برنامج معين. البرنامج ده للمدربين في المنطقة وللعيبة. طبعا المدربين لهم مهام معينة هو بيوصلها، واللعيبة لها مهام معينة ثانية وهو بيقوم بدورها.
في بعض الاماكن هيروح مدربين كذا، في بعض الاماكن مدربين كوميديين، في بعض الاماكن هيروح لها مدربين كذا ومدربين كوميديين. اقول الحته الماليه سريعا كده ومحدش يوقفني فيها. في قدر من الراتب هيحدده الاتحاد للمدرب او للخبير اللي هيبعته للقطاع. الاتحاد اللي مسؤول عن الرقم ده مش أنا. المدرب اللي هيتم تعيينه في المنطقه هيبقى له برضه نظام فئه او شرايح وله مبلغ محدد هيتعين برضه من قبل الاتحاد. ما نتكلمش في نقطه الفلوس بقى لان الكلام ده مع الاتحاد مش معايا. طب سفر الناس اللي رايح وسفر الناس اللي جاي والاقامه، الخبير اللي هيروح مثلا اسوان ده، في بعض المحافظات هيبقى السفر ده طيران، في بعض المحافظات الثانيه هيبقى بالقطر، في محافظات ثانيه هيبقى بالسوبر جيت. كل الكلام ده غير الراتب وانت مالكش دعوه بيه خالص. سفر رايح جاي، الاقامه المشروع مسؤول عنها وبيحدد الياتها بين الاتحاد والمنطقه، وحضرتك مسؤول بس هتروح تدرب وتقوم بالواجب اللي حضرتك مامور بيه. بعد فتره هنعمل منتخب القطاع. هيبقى في مدرب تاني اكيد اكبر فنيا، اكيد عنده القدره على الاداء اكتر واكتر، هيبقى مسؤول عن منتخب قطاع. يبقى هو ارتقينا من منتخب منطقه الى تدريب القطاع الى منتخب القطاع. بعد فتره من تنفيذ المشروع هيبقى في منتخب قطاعات وجه بحري. منتخب مصر قطاعات وجه بحري، منتخب مصر قطاعات وجه هيبي. بعد مرحله من المراحل هيبقى في منتخب مصر للقطاعات. دي كلها طبعا مستويات ودي كلها طبعا شرايح من المدربين. ممكن حضرتك تبقى مدرب كبير جدا لكن مش موجود معانا في اول مرحله، لان حضرتك في مرحله معينه هتبقى موجود فيها. ممكن حضرتك تبقى مدرب كبير جدا ومش موجود خالص في المشروع لاسباب ثانيه اخرى هنعلن عنها في المبادئ او هنقولها. ممكن اتفضل. حضرتك اشرت بان ده تجمع مش دوره، فعلى اي اساس اعمل دوره؟ هتقول لي يا حسن انت موجود معانا الاسبوع الجاي بكام؟ بس كابتن حسن بيسأل سؤال بيقول دي تجمع، انت على اي اساس ان شاء الله في نهايه الدوره تقول لي انت موجود معايا وانت ايه هي معايير اختيار الناس اللي انت هتبداوا معاهم المشروع؟ هرجع لكلمه الكابتن احمد عبد الله وهو اسوء احتمال موجود ان احنا محتمل نظلم، عشان كده انا بدات كلامي في الاول بالاعتذار للي موجود وللي مش موجود. انما خلال 3 شهور صدقني كل مدرب في مصر هيبقى في مكانه بتاريخك، السي في بتاع حضرتك المعتمد والموثق من الاتحاد وخبراتك. واحنا الاختبار على فكره اللي هيتعمل ده مش اختبار ان انت تعرف تدرب ولا ما تدربش، لا، هو هل حضرتك عندك استعداد تشارك في المشروع المقترح ده بالطريقه اللي احنا هنأدي بيها؟ ممكن حضرتك تبقى مدرب كبير جدا بس قدرات حضرتك مش هتتناسب مع حجم المشروع، خاصه ان احنا شغالين في مرحله 12 13 14. فممكن يكون سبب استبعاد حضرتك ان حضرتك افضل واعلى من المستوى المطلوب مش اقل. هو ده يعني بالخلاصه خالص يعني. طيب جميل. بالنسبه للمدارب اللي في المنطقه والمدرب اللي رايح الاتحاد ده بياخد برنامج من الاتحاد. اللجنه العلميه واللجنه التنفيذيه للمشروع حاطه لجنوب سيناء برنامج معين بناء على الفتره اللي جايه دي هنروح نشوف في اللعيبه هناك ازاي ومستواها ايه وايه اللي موجود وشكلهم ايه، وبناء عليها نحط لهم برنامج. قد يكون جنوب سيناء زيها برنامج ثاني، خدت بال حضرتك على حسب ما هو موجود. طب اكمل المشروع حضرتك منطقه ايه ده؟ تاريخ شهر 4 5 6 فترة الامتحانات ومعظم الناس مش هتكون موجودة، ودي فترة تجريبية، فترة تمهيدية، فترة دراسة، فترة انتقال للواقع، فترة دراسة، فترة إعادة، فترة مقصودة. ولا تحب حضرتك نبدأ لسه من 1/7؟ احنا بنسابق الوقت. طيب حته كده صغيره اقولها، الدكتور ايمن وعدنا ان شاء الله ان ممكن يبقى في بطولات دوليه للمناطق المميزه او للقطاعات المميزه بمدربيها في اثناء ما احنا ماشيين، وخاصه ان في ملف دولي بيجهز ان مصر تستضيف بطولات دوليه او
غير المنتخبات الرسميه المعروفه، منتخبات المناطق تسافر بطولات دوليه. حتى في نهايه الدوره هنلاقي الدكتوره بسمات رئيس اللجنه العلميه هتعلن عن مشروع او مسابقه في بحث علمي، والرقم واحد في هذا المشروع هيسافر سفريه مع المنتخب. في حاجات ان شاء الله جميله جدا، بس ادونا فرصه ان احنا نستعرضها مع بعض. طبعا انا دخلت في ميعاد الدكتور سامح، والمشروع لسه فيه مراحل طويله قوي. هرجع واكد، هعيد تاني ان شاء الله في اي وقت الاقي فيه فرصه هبدا اشرح اكتر في المشروع. هبدا انبه تاني، احنا في تجمع، نتحمل بعض. احنا في تجمع. الاسبوع الجاي ان شاء الله في دوره خاصه لمدربي كاتا فقط. الاسبوع اللي بعديه في دوره ثانيه خاصه بمدربي الكوميتيه فقط. حضرتك احنا جايين نشوف بعض، ولو في حد ناسيين بنفكر بعض بيه، ولو في حد والناس اللي مفكره ان الموضوع تجمع وخلاص، لا، الموضوع جد جدا. جد جدا. في بعد تاني من المشروع، وهو ان احنا نوصل في النهايه مع المشروع محاضرين محليين يدوا محاضرات في المناطق وفي القطاعات المختلفه في الجمهوريه وفي الدورات التي تنظم داخل مصر. وهدف اساسي قوي قوي الدكتور ايمن ومجلس الاداره بيأكد عليه ان احنا من مصر يكون في محاضرين دوليين. لازم برضه يكون في عندنا محاضرين دوليين، يعني بالاتفاق مع الاتحادات المختلفه يترشح ناس من عندنا من هنا بتطلع تحاضر في الدول المختلفه، عربيه، افريقيه، اسيويه، اوروبيه. ده برضه بعد من ابعاد المشروع اللي احنا شغالين فيه. فممكن حضرتك تبقى صغير جدا في السن لكن محاضر دولي، ممكن تبقى محاضر دولي. ممكن حضرتك تبقى كبير جدا في السن وفي الخبره لكن حضرتك محاضر محلي. اللي هيقول الكلام ده ايه؟ الكفاءه. هيتعمل برنامج خاص بالمحاضرين وبرضه الكلام مفتوح للكل. بندخل في البرنامج وفي مستويات وفي مراحل، بتكتسح بتعدي المستوى الاعلى، بتكتسح بتعدي المستوى الاعلى. محاضر مناطق، محاضر قطاع، محاضر ابني او بحري، محاضر جمهوريه في الدورات اللي بتقام في مصر المحليه، او محاضر في المحاضرات الدوليه اللي بتقام في مصر، او ان حضرتك تبقى محاضر دولي وخبير دولي، سفير من الاتحاد المصري الى الاتحادات الدوليه العربيه الافريقيه الاوروبيه. الملف ده شغالين بالفعل فيه، وفي بعض السيمينارات بتجهز حاليا لان في بعض الناس هتطلع تعرض قريب قوي الكلام ده دولي باللغه العربيه وباللغه الاجنبيه. فمن فضل حضراتكم الاهداف من الدوره متعدده. الاهداف من الدوره متعدده. فاسمح لنا ان احنا نقدر نحقق اهدافنا كلنا مع بعض. من فضل حضرتك اي مشكله تظهر نحاول نتفاداها. استاذن حضراتكم بس المدرب اللي مش هيلاقي اسمه موجود او اسمه مش موجود في المرحله الاولى قد يكون هو في المرحله الثانيه، قد يكون في المرحله الثالثه. يعني حضرتك ممكن تكون علشان حضرتك مش مدرب منطقه او مش مدرب قطاع، حضرتك مدرب منتخب القطاع او مدرب منتخب وادي بقى او وادي هيبه او هكذا. كلنا هنشتغل في جميع محافظات مصر، لكن هي عمليه تنظيميه ترتيبيه فقط لا غير. اتمنى ان انا اكون وصلت جزء من المعلومه في هدوء ووصل للساده المدربين. ولو في اي مقترح او اي مشروع احنا كلنا في انتظار ارائكم وابتكاراتكم واقتراحاتكم. ومدرب القطاع كمان هيكون له فرصه ان هو يقدر يرتكز في القطاع اللي هو موجود فيه. يعني لما يروح مكلف بالقطاع وليكن مثلا قطاع قناه السويس، بورسعيد، الاسماعيليه، السويس، ممكن اهلها يكونوا قادرين على الابداع اكثر واكثر، وبالتالي الكلام ده كله يدخل معانا في المشروع لزياده فعاليه ونجاح المشروع. لان ممكن قطاع السويس يبدا في مراحل المشروع المختلفه كلها، في حين قطاع تاني لسه ما بداش الا في المرحله اللي محدده. ولما يبدا في مرحله ثانيه عدد لعيبه هيزيد، عدد اداريين هيزيد، عدد حكام هيزيد، عدد مختبرين خبراء هيزيد، عدد خبراء هيزيد، عدد مدربين في المراحل المختلفه هيزيد. فكل قطاع وكفاءته في تنفيذ المشروع. طبعا اللجنه التنفيذيه للمشروع بتتابع وبتقرر نبدا او ناجل